وفضائل جليلة، وهو مناسب جدا في الأحكام والحكم من جهات ثلاثة: من جهة أصل مشروعيته، ومن جهة صفته، ومن جهة تكراره مع الصلوات عند العارض الموجب لذلك. فمن جهة أصل مشروعيته هو من نعم الله على هذه الأمة، وفضائله من جهة تكفير الذنوب والخطايا، ومن جهة تطهير القلب وإرجاع البدن والنفس إلى حال الاعتدال. فضائله جليلة، ولذلك يسكن الغضب ويسكن الشهوة، ويدخل على الإنسان سرورا إذا كان مغموما وغير ذلك. ومن هذا من جهة أصل مشروعيته مع ما فيه من تكفير الخطايا والذنوب. ومن جهة صفته فهو شرع على صفة مناسبة جدا. لم يؤمر الإنسان عند كل صلاة أن يغسل كل بدنه، وإنما أمر أن يغسل الأطراف البارزة فقط، الأطراف البارزة التي تكثر عليها الأوضار والأوساخ، فيغسلها، يغسل يديه إلى المرفقين ويغسل وجهه. ومن كمال الحكمة في ذلك، شوف الفرق بين أنه مع أن العينين ظاهرة في ظاهر الوجه، والأنف والفم في ظاهر الوجه، لكن شرع لنا أن يغسل باطن أنفه وفمه، ولم يشرع أن يغسل باطن عينيه، لأن باطن الأنف والفم إذا غسل كان ذلك تطهيرا كاملا وهو أيسر. ولما يستنشق الإنسان ويطهر ظاهر أنفه وباطنه وظاهر فمه وباطنه، يكون ذلك أطهر له مع سهولة مؤنته، بخلاف العينين تطهير داخلهما فيه مشقة وضرر أيضا بالعينين، فلم يشرع ذلك. وهكذا إلى أن يصل إلى الرأس، لما كان غالب الرأس أنه فيه شعر والوضوء يتكرر، لو غسل كما يغسل في الوضوء لشق ذلك على الناس بسبب غسل الشعر وتبلله. لكن شرع ما هو فيه تخفيف لذلك، لم يسقط مسحه رأسا، ولم يغسل كما يغسل في الغسل، وإنما يمسح فقط. والرجلان لما كانت محل المشي أيضا يلزمها الغسل، لكن لما كان يكثر في الناس الحاجة إلى لبس ما يستر الرجلين، شرع مسحهما عند توفر شروط ذلك. فإذا فيه من التيسير تحقيق المصالح المقصودة من الوضوء والانتعاش والتأهب والتنظف، مع ما فيه من السهولة ووضع الكلفة عن الإنسان. ثم تكرره أيضا في غاية المناسبة، لم يشرع مرة واحدة مثلا في اليوم بحيث لا تتحقق مصالحه، ولم يشرع أيضا عند كل صلاة وجوبا، أو عند تكرار كل ركعتين أو نحو من ذلك، وإنما شرع على حال الاعتدال، لا يلزمه إلا إذا أحدث فخرج منه ما يقتضي وجوب الوضوء أو الغسل. فإذا لم يحدث جاز له أن يصلي من غير إعادة للوضوء، والأفضل والأكمل أجرا والأعلى ثوابا أن يكرر الوضوء للصلاة التي دخل وقتها مرة أخرى. فكان إذن وضع الوضوء على غاية المناسبة في أصل مشروعيته، وفي كيفيته، وفي وقته وتكريره.